5 أعمال بسيطة جدا تهدى إلى الإمام الحسين عليه السلام في يوم ولادته المصادف الأحد القادم بإذن الله 3 من شهر شعبان. نبارك لكم جميعا هذه الولادة الميمونة والعطرة، وهي أعمال بمثابة التهنئة الخاصة والهدية إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهي أعمال تدخل السرور على جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أبيه المرتضى، وعلى أمه فاطمة الزهراء. فأول هذه الأعمال هو توزيع الطعام أو الحلوى في يوم الولادة على محبة الإمام سلام الله عليه. والعمل الثاني قراءة زيارة عاشوراء. والعمل الثالث قراءة سورة الفجر، وهي ما تسمى بسورة الإمام الحسين عليه السلام. والعمل الرابع أن تصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، وأن تهدي ثواب الصلاة على محمد وآل محمد إلى روحه الطاهرة. والعمل الخامس والأخير أن تصلي ركعتين هدية إلى الإمام الحسين عليه السلام، ركعتان مثل صلاة الصبح، طبعا لا فيها آذان ولا فيها إقامة، مباشرة تنوي وتكبر، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وبعدها ما تشاء من قصار الصور. بعد ما تتم تكمل هذه الصلاة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثواب هاتين الركعتين إلى الإمام الحسين عليه السلام. فهذه أهم الأعمال في يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام، فلا تقصروا منها. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع على محبة سيد شباب أهل الجنة، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.